عزيزي المتابع، انت ليه ما تربيش وزة؟ تعال اعرفك على اطيب واجدع كائن ممكن تشوفه على وش الارض. الوز هو كائن طيب جدا ومسالم جدا. هو الكائن الوحيد اللي انت لو ربيته وسط حيوانات مش هيعمل لك اي مشاكل. يقدر يتأقلم حرفيا مع اي حيوان ممكن يتربى معاه. كمان كائن طيب بيحس باحساس اللي مربيه، بيشاركوا افراحه ويشاركوا احزانه. يعني انت لو كنت مربي وزه كانت زمانها دلوقتي بتواسيك في صياح الفاينل. مش بس كده، الوز هو كائن مسؤول جدا. هو الكائن المخلص الوحيد اللي بيعيش مع الانثى بتاعته وبيموت من الزعل عليها لما تموت. من ناحيه المسؤوليه هو بيعرف يربي ابنائه كويس جدا. مش بس كده، ده بيعرف كمان يفرق ما بينهم. لو متخيل ان الوز وهو صغير ما بيكونوش عارفين يفرقوا ما بينهم، يبقى غلطان. لان الاب والام بيعرفوا يفرقوا جدا بين ولادهم هم صغيرين. كمان بعض البلاد بيستخدموا الوز في الزراعه، بيساعدوهم ويروحوا الحقول ويرجعوا معاهم. كمان في الصين الشرطه الصينيه بتستخدم الوز في القبض على الخارجين عن القانون. بعد كل اللي سمعته ده، انت ليه بقى مش مربي وزه؟